الا كنتي تزاديتي في اعوام التسعينات ولا قبل غتكون عقلتي على ايامات كانوا لي زابيل غاليين بزاف والعروض ولي بروموسيون قلال. كنتي في الدار كامله كتلقى في الغالب غير باك اللي معمر ريشارج في التليفون ديالو وكيتحاول ما امكن على ديك الريشارج باش ما تكملش. ثمن العروض كانوا لي زوبيراتور لا بغاو يتهلاو في الكليان ديالهم كيديروا لهم الدوبل وكيكون المده جد محدوده وبالليل وضحاها. هادشي كامل تقلب وفي مده قياسيه ولاو بزاف ديال الناس يقدروا يدويو على خاطرهم في التليفون ويديروا ابونمون كاع. وهادشي كان بسبب اللونسمون ديال ماركه جديده هي اللي قدرت تقلب المارشي وتبدل القوانين ديالو. وهنا بطبيعه الحال كندويو على انوي. تم الاطلاق ديال انوي من نفس الشركه اللي كانت طلقات وانا في عام 2007 واللي استثمرت في ذاك الوقت ملايير الدراهم باش تنافس ميديتال وماروك تيليكوم ولكن ما كملاتش حتى 3 سنين باش تعلن الفشل ديالها والانسحاب ديالها من المارشي. ولكن الاطلاق ديال انوي اشهر قليله من وراء سحب وانا من السوق في عام 2010 كانت النتيجه ديالو مغايره تماما. وشركه وانا اللي استفادت من الاخطاء ديالها وفهمت كيفاش المستهلك المغربي كيفكر قدرت هذه المره تحقق نجاح كبير في المغرب وتبدا تقاسم لي بارد مارشي مع اتصالات المغرب وميديتال اللي غتولي من بعد اورانج. فمن وراء 3 شهور فقط من الاطلاق ديالها انوي قدرت تجيب مليون كليان جديد للوبيراتور ديالها واستمرت في تطوير قاعده الزبناء ديالها حتى قدرت في عام 2014 يولي عندها ما يقارب الثلث في المارشي ديال التليكوم في المغرب. هادشي اللي كنقولوا راه كان مذهل في ذاك الوقت لانه رغم ان انوي كانت داخله بقوه وباستثمارات ضخمه من شركه المدى وشركه زين الكويتيه ولكن النجاح السريع اللي قدرت تحققه في مده قياسيه وفي مارشي اللي صعيب ومحكوم من شركه عملاقه وقديمه في السوق كان فعلا ظاهره تسويقيه كتستحق الدراسه. فخلينا اذا نشوفوا السر وراء هذا النجاح وشنو هي استراتيجي ماركتينغ اللي تبعتها انوي وباقي كتبعها لحد الساعه باش تحافظ على التنافسيه ديالها في السوق وتكون ديما السباقه لزينوفاسيون جداد في المارشي. قبل ما نرجعوا للبدايه ديال القصه ديال انوي في عام 2010 خاصنا بعدا نرجعوا للور شي شويه اكثر وبالضبط لعام 2007 في نفس الشركه شركه وانا غتطلق اول اوبيراتور تيليكوم ليها. الدخله ديال وانا للسوق المغربيه كانت ناجحه ومبشره وبفضل الاستثمارات ديال الهولدينغ الملكي لونا في ذاك الوقت اللي سميتو دابا المدى. وانا كانت قادره انها تحرق فلوس كثيره في سبيل انها دير بلاصتها في المارشي وتنافس ماروك تيليكوم وميديتال. وفعلا على ما كان كيبان في السنوات الاولى فوانا كانت غاده مزيان وغاده وكدير بلاصتها في سوق التليكوم في المغرب. وانا قررت اذا انها تزيد خطوه للقدام من خلال لونسمون ديال فيليال جديده اللي سميتها باين اوبيراتور اللي كان كيوفر اوفر انوفونت وغير مسبوقه في المغرب في ذاك الوقت. تليفون بورتابل بنفس العروض والخدمات ديال التليفون فيكس ولان التليفون فيكس في ذاك الوقت كان ارخص بزاف من البورتابل الاوفر ديال وانا خلقت ضجه كبيره في المغرب لانها كانت كتنقص بشكل كبير من الثمن ديال المكالمه. ولكن بشكل مفاجئ مع بدايه عام 2010 وانا ستاغنات ووقفات بلاصتها ما بقاتش قادره انها تجيب عروض جديده ما بقاتش قادره انها تجيب دي زينوفاسيون جداد والاسوء هي انها ما بقاتش قادره انها تجيب كليان جداد. والقاعده كتقول انه في اي سوق تنافسيه الا ما كنتيش كتزيد لقدام فراك كترجع للور. وهذا الشيء اللي وقع لوانا اللي ولات كتكلف الشركه الام ديالها خسائر بالملايير. هذا التحول المفاجئ ديال وانا من النجاح للفشل كان راجع لجوج ديال الاسباب رئيسيه. الاول هو ان البوزيسيونمون ديالها ما كانش واضح واش هي اوبيراتور ديال الشباب اولا الناس الكبار ديال عامه الشعب اولا ديال رجال الاعمال وشنو هو الهدف ديالها وشنو الحاجه الجديده والمختلفه اللي جابتها للمارشي على لي زوبيراتور الاخرين. والسبب الثاني هو ان الاستراتيجيه اللي اعتمدتها وانا في تسويق المنتوجات ديالها اللي كانت كتعتمد على الاكثار من العروض ولا بروموسيون كانت سهله انهم يقلدوها المنافسين الاخرين ديالها. وهذا الشيء نيت طبعا اللي داروا الشيء اللي خلى وانا مع الوقت ما قدرتش انها تجيب كليان جداد. وهنا خلينا نحل واحد القوس صغير باش نشرح لك هذه النقطه اللي متعلقه بواحد الكونسيبت ماركتينغ مهم بزاف. اي مارشي في العالم كينقسم من 5 ديال الانواع ديال الناس الانوفيتورز والايرلي ادوبترز وهما الناس اللي كيعجبهم ديما انهم يجربوا الحوايج الجداد وهما نيت الناس اللي مشاو جربوا وانا فاش يلاه دخلت للسوق. ولكن الربح الكبير جي في هاد جوج انواع ديال الناس اللي كاينين من وراء الايرلي ادوبترز اللي هما الايرلي ماجوريتي والليت ماجوريتي. وانا فاش دازت الفاز الاولى ديال هاد الايرلي ادوبترز لقات لي زوبيراتور الاخرين وصلوا عليها وكوبياو كاع العروض الجديده اللي جابتهم للسوق وبالتالي الناس مابقى عندهم حتى سبب باش يشونجيو الاوبيراتور ديالهم ويديروا وانا. وفي ظل هاد الظروف وبسبب الخسائر الكبيره اللي تكبداتها شركه وانا الشركه خدات القرار في عام 2010 باش تسحب الاوبيراتور ديالها من السوق وتبدا توجد الاوبيراتور جديد باستراتيجي جديده وبافكار جديده. الاوبيراتور الجديد هذا المره كان مع العملاق الكويتي في مجال الاتصالات شركه زين واللي عندهم خبره طويله في هذا المجال بغات تستافد منها وانا في الاوبيراتور الجديد ديالها. الهدف هذه المره كان واضح هذا الاوبيراتور الجديد ما كانش خصو يعاود نفس الاخطاء ديال اللي قبله وكان خصو يلقى شي ثغره في المارشي اللي يدخل منها ومشكل حقيقي عند الناس اللي يجاوب عليه. وفعلا من وراء اشهر ديال التخطيط تم اطلاق الاوبيراتور الجديد بسميه انوي. بمجرد الاطلاق ديال انوي دار ضجه كبيره في المغرب وبدا كيبان بسرعه انه غيكون الاوبيراتور اللي غيخلق ثوره في سوق الاتصالات وغيقدر ينافس ميديتال وماروك تيليكوم. ففي 3 شهور الاولى ديالو فقط عدد الزبناء ديال انوي وصل لاكثر من مليون مغربي وفي 4 سنين اللي وراها قدر يخطف الثلث ديال سوق الاتصالات في المغرب من اورانج وماروك تيليكوم. السر وراء هذه الانطلاقه القويه والنجاح السريع ديال انوي كان كيتلخص في 3 ديال النقط اساسيه. اولا
انوي كانت فاهمه السوق اللي داخله عليه مزيان وجاوبات على البزوان اللي كان عند الاغلبيه ديال المغاربه في هذا المجال. كما قلنا في البدايه المغاربه قبل عام 2010 كانوا كيعانيو بشكل كبير من الغلاء ديال الثمن ديال المكالمات، وهذا الشيء كان راجع للطريقه ديال الفاكتوراسيون اللي كانوا متبعينها الشركات ديال التليكوم. في ذاك الوقت الفاكتوراسيون ديال المكالمات كانت كدار بالدقيقه ماشي بالثانيه، يعني الا درتي مثلا مكالمه فيها غير 2 ثواني الاوبيراتور غيحسبها عليك بثمن دقيقه كامله. فاش دخلت انوي السوق قررت انها تركز الاشهار والكومونيكاسيون ديالها كامله على نقطه واحده، وافونتاج واحد اللي كيميزها على المنافسين ديالها، وهي طبعا انها كتفاكتوري المكالمات بالثانيه ماشي بالدقيقه. في ذاك الوقت هذا لافونتاج كان فعلا شي حاجه كبيره بزاف، وكانت ثغره عبقريه طاحت عليها انوي، وانا غنفسر لك علاش. اولا في ذاك الوقت الشعب المغربي كان شعب ديال البيب، غير كيبيبي ويقطع، فبما ان الثمن ديال اس ام اس كان غالي والثمن ديال لابيل كان اغلى اكثر منه، كان بيب واحد ولا جوج كافيين باش دوز الميساج لشي واحد، بحال مثلا انك تقول ليه راني وصلت هبط عندي، ولا شي ميساج اخر متفق عليه مع شي واحد كيفهمو بمجرد ما تبيبي عليه. قبل ما تجي انوي كان عندك درهم ولا 2 دراهم في السولد، حتى داك البيب ما كانش كيدوز لك، لانه كان خاص على الاقل يكون عندك الثمن ديال المكالمه ديال دقيقه باش دوز ديك لابيل. بالتالي كان هذا هو المشكل الاول اللي حلته الفاكتوراسيون بالثانيه ديال انوي. البيب ديالك ديما غيدوز شحال ما كان عندك في السولد، زيد عليها انه حتى الناس اللي كيدويو في ديزابيل كانوا الاكثريه فيهم المكالمات ديالهم كتكون قصيره، وهذه الفئه كانت هي اكثر فئه مهتمه بالعروض ديال انوي باش تبقى تخلص بالثانيه بلاصه ما تخلص دقيقه على كل ابيل كيديروا. النقطه الثانيه اللي خلات انوي تحافظ على النجاح ديالها هي انه من غير ان هذا لافونتاج كونكورونسيال اللي جابته كان ذكي وكيجاوب على بزوان كبير عند الناس، فهو ايضا كان صعيب التقليد ديالو من لي زوبيراتور الاخرين. ميديتال واتصالات المغرب بقاو سنوات من وراء انوي باش يقدروا حتى هما يوفروا الفاكتوراسيون بالثانيه، وهذا الشيء اللي خلى انوي تزيد توغل في المارشي وتربح كليان جداد. هذا البلان كانت متوقعاه ودارسه مزيان انوي، فهي كانت عارفه ان البيزنس موديل كامل ديال هاد جوج الشركات مبني على الفاكتوراسيون ديال لي زابيل بالدقيقه، حتى التوقعات ديال المداخل والارباح ديالهم السنويه مبنيه على الفاكتوراسيون بالدقيقه، وبالتالي غيكون صعيب عليهم انهم يقلدوا انوي ويسويتشيو للفاكتوراسيون بالثانيه. ولكن الاذكى من هذا الشيء هو ان انوي باش تلقى راسها ما خاسراش في الفاكتوراسيون بالثانيه ديال لي زابيل كانت كتتبع طريقه ذكيه جدا في حساب ثمن المكالمه، بحيث انك الا دويتي قل من 40 ثانيه في المكالمه ديالك غتقام عليك الخصم من لي زوبيراتور الاخرين لانها فاكتوريه بالثانيه. ولكن فاش كتجاوز المكالمه 40 ثانيه فالثمن ديال المكالمه كيولي غلى من دقيقه ديال لي زوبيراتور الاخرين، وبالتالي المارج اللي كانت كتاخذها انوي مع الناس اللي كيطولوا في لي زابيل كتكومبونسي به داكشي اللي كتخسروا مع الناس اللي كيديروا دي زابيل صغار. والنقطه الثالثه ورا النجاح ديالها هو البراندين القوي ديال انوي. انوي من البدايه عارفه مزيان لاسيبل ديالها واللي هما الشباب والاجيال الصاعده، والبراندين ديالها كامل مبازي على هذا الشيء، من اختيارها اللون البنفسجي اللي هو لون حيوي ومعاصر، للسميه ديالها اللي دغيا كتلصق في الدماغ، للستيل ديال الكومونيكاسيون ديالها اللي ديما كيخاطب الشباب. السيبل ديال انوي كانت من ديما واضحه وثابته، ايضا على غير عاده الشركات الاخرين، فانوي كانت عندها قدره خارقه باش تفهم الشباب شنو كيبغيو وتفيديليزيهم من البراند ديالها. وهذا الشيء يقدر يبان لك غير من الاعمال الفنيه ولا زيفينمون اللي كتسبونسوريزي، بحال مثلا مسلسل سويتشرز اللي نجاتو انوي وحقق نجاح كبير في الويب في المغرب، ماروك ويب اووردز، المسابقات ديال الجيمين، البطوله الوطنيه وغيرها من الاحداث اللي السبونسور اوفيسيال ديالهم هو انوي. وبحال اللي شفنا في الحلقه اللي فاتت ديال اكسيلو مع بيمو، فاش انوي عرفات راسها بلا دارت بلاصتها في السوق وخدات ما يقارب الثلث ديال لي بارت مارشي ديال التليكوم في المغرب، قررت انها تخرج اوبيراتور جديد كليا بخاصيات جديده ببوزيشنمون جديد ودي زارغومون دو فونت مختلفين تماما على انوي. انوي بغات تقيس واحد الفئه ديال الناس اللي باقي ما قاسهم حتى اوبيراتور، وهما الناس اللي باغيين يديروا كلشي غير من التليفون ديالهم، باغيين يبدلوا الاوبيراتور غير من التليفون ديالهم، يسينيو الكونطرا غير من التليفون ديالهم، ولا كانت عندهم شي شكايه ولا بغاو شي مساعده يقدروا يديروا مع السيبور غير من لابليكاسيون ديال الاوبيراتور اللي عندهم في التليفون. وهنا فين تلقات وين ولا ما عقلتوش على الكومبان ماركتينغ ديال لونسمون ديال وين، فخليني نقول لك انها كانت احد اذكى وانجح لي كومبان ماركتينغ في التاريخ ديال المغرب، وحرفيا انوي عطاتنا الدرس في كيفاش دير البوز بماركه باقي ما طلقتيهاش وتخلي الناس كاملين يتسناوها. قبل الاطلاق ديال انوي الشركه دارت بارتناريا مع وي لاف بوز ومع جروب كرييتيف برينز اللي كان طوندونس في ذاك الوقت، وهذا الشيء باش يلونسيو مسابقه سميتها سيكوا وين. شنو هو الوين والرباح بالنسبه لك؟ الفكره ديال المسابقه كانت هي ان كل واحد يبارطاجي من وجهه النظر ديالو شنو هو الرباح والحاجه اللي كتفرحوا في هذه الحياه. كاين اللي قال مثلا هو انه يتفرج في الراجه، كاين اللي قال انه يمارس الهوايه ديالو، وكاين اللي قال انه يلقى الطوندونس ديال المغرب عامر بالمحتوى المفيد. وهكا المئات ديال الناس شاركوا في المسابقه في لي ريزو سوسيو باش تعلن انوي في الاخر على اللونسمون ديال لوبيراتور الجديد ديالها. ومن غير النجاح الكبير اللي حققته وين والاختيار ديالها في سنتين على التوالي كاحسن منتوج مغربي، القرار ديال المنافس ديالهم اورانج انهم ينقلوا منهم ويلونسيو حتى هما لوبيراتور 100% ديجيتال ديالهم بسميت يوكسو. تبت واحد الحاجه مهمه كانت كتقلب عليها انوي، وهي انها ولات هي اللي كتحرك المارشي والليدر اللي كيجيب دي زينوفاسيون جداد والمنافسين كينقلوهم منه، وهذا الشيء اللي غيبدل القواعد ديال اللعبه كامله. هذا ما كان.